مستوى التحكيم المصري اللي شفناه في الكام مؤخرا عليه علامات استفهام. لا طبعا هو متطور جدا وممتاز جدا جدا. علامات استفهام بالنسبة للي بيحصل عندنا في الأراضي المصرية أو في الكرة المصرية ومستوى التحكيم خارجيا. شفنا المستوى العام بتاع التحكيم، شخصية وأداء ولياقة والقرارات، باستثناء بعض الهفوات البسيطة بتحصل في أي مكان في العالم. ولكن لما يكون عندك مجموعة حكام يؤدوا ويكون شكلهم بالمستوى الكبير وإشادة من كل صحف افريقيا، وكمان حتى الناس المنظمين او بنتكلم على لجنه التحكيم الافريقيه، ده بيورينا ان في مشكله كبيره جدا في الناس القائمين على كره القدم في مصر، لانهم مخلين التحكيم المصري الحلقه الاضعف، مخلين التحكيم المصري هو الشماعه اللي بيرمي عليها كل الانديه، مخلين التحكيم المصري بدون اي ظهر يسند عليه. اولا، التحكيم المصري لما اشتغل بره في افريقيا بدون ضغوط وبدون كمان، او لما لقى له حمايه موجوده من لجنه التحكيم ولجنه الاتحاد الافريقي، ابدع وكان رائع. وبالتالي لازم الاتحاد المصري لكره القدم يدي شخصيه للحكم. شخصيتنا بتستمد من حضراتكم يا اتحاد كوره، من قوه الاتحاد الكوره، من تعامل اتحاد الكوره مع الانديه. السوشيال ميديا في التوقيتات الأخيرة كل السلبيات على التحكيم المصري، بنتكلم على الدوري، إنما في أفريقيا الأمر مختلف خالص. وبالتالي هتجرنا بعض الأسئلة: هل الحكم المصري يتعامل بشكل جيد جدا من اتحاده؟